السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. ولسه مع موضوع نهايات الأرخاخ. والدرس ده عن البيادق المركبة. الأبيض معاه بدائين زيادة بس مركبين، ففي الأشكال اللي زي دي معظمها بيبقى تعادل لعدم الجدية زي ما بيقولوا. ليه؟ البدائين دول بمثابة بدأ واحد، مش بيادق متصلة تقدر تجيب منها مكسب بسهولة أو تستغلها. فزي ما حضراتكم شايفين روك بي 7، الأبيض قاطع أو حاجز الملك الأسود، وعاوز في أي لحظة يديك الشمات يا رقي أو تخرج. الأسود فكرته روك جي 6، أنا كمان أطعق ومفيش حد أحسن من حد. هات الرخ بتاعتك وخليني أكسب. قال له يا ابني ابعد عني وأنا هبعد عن الشر وبنيله. دي 6 بزق البيدق بتاعي. روك جي 1، تعالالي من تحت أنا همسكك كشات للصبح. كيش استخبى ما بين البيادق بتاعته، استغل المربع ده واستخبى جواه. قال له هتفضل جوه على طول. هات روك اتش 1. كيش كينج دي 7، مسكت، شكرا خليتني مسكت المربعات دي. كيش تاني، قال له انا ما بتنقلش، طالع نازل هنا وهنا. دي 7، قال له دلوقتي بقى هات كشات. كش تاني، نزلت استخبيت في البيدق بتاعك، هقطعك. هنا مفيش طلوع. الفكرة الجميلة بتاعتنا هي الحجز، انت بتحجز الملك. هتزق من هنا، كش هتروح فين؟ مثلا هنا كش كش. دي كش مات، لازم تاكل، والملك ستيل ميت مخنوق. ولسه مع القرص النهايات بتاعنا، والفصل التاسع عن نهايات الأرخاخ. وموضوع الدرس عن البيادق المتصلة. بيدق بيحمى أخوه. الأبيض هو اللي عليه اللعب. فدلوقتي روك جي 6 عملوا شبكة حماية زي ما حضراتكم شايفين. فبيقول له عاوز تاكل هنا، اتفضل كل وانا هاكل ومش هتلحق البيدق. طيب هتعمل ايه بعد اللعبة دي؟ كينج اي 4، استناك واستغل ان الملك بتاعك بعيد. اتش 6 قال له براحتك، انا عندي افضلية. البيدق اللي على الاتش ده، على عمود الاتش او بيدق القنار ده، خطير جدا. فاضله نقلتين دلوقتي ويبقى وزير. هتعمل ايه؟ جه مسكه، قال له كده انا هزق اخوه اخليه يمسكه. ودي ميزة البيادق المتصلة زي ما حضراتكم شايفين. ده بيمسك ده على طول بيحميه. وحتى في الحياة يعلمنا ان الاخوات ما بيستغنوش عن بعض طبعا. بالشكل ده مرتبطين ببعض، ده في ظهر ده.
من الحاجات الجميلة اللي بنشوفها في الشطرنج محاكاة لحياتنا اليومية وعلاقتنا ببعضنا. لو حد جه يهاجمنا من هنا فأخونا بيحمي ظهرنا زي ما بنقول. روك اتش 1 تشيك، اطلع تشيك تاني، استخبيت في الملك بتاعك ده. روك اتش 1، هجي لك روك جي 7 واقول لك انا عاوز البيضة ده يتزق واخوه وراه في ديله. ورجعت تاني هقول لك اتش 7. هتعمل ايه في الموقف ده؟ روك اتش 3 تشيك، طلع استخبى في الملك برضو. كينج سي 4، هقول لك جي 6. خلاص البيدق ده قام بمهمته على اكمل وجه، ودلوقتي وضعك حرج جدا يا اسود. هتلعب ايه؟ هتهدد الرخ؟ اقول لك روك جي 8. خلاص برقي والدور ويننج